داخویانی بنابه مجلس آجین یا مالباتین شهیدان آهرما جزیره جه دسبیکا مها هزیرانا بوری به لذات و پرانا به سوربر لسر اردو ازمانی لسر همو دبرین روژاوا زیدی بویا او ده انجام ده بدهان سویل او لشگرن هاتن کشتن دستلداری عشری تایبت به ارمانجا تونه کرنا دستکفتین گلی من کرد لکودری لیبا بتایبتی لروژاوای وکی ازمونه که ریببری خواسر دموکراتیک کو گلین لحریم ما ایراده او رومتا دا گلی ما جبر وی فاشیسم هرتم بویا ارمانجا تونه کرنا و دوی گلی ما براستی آوی دجمنین کو جبو جهولی را کرنا نرخین ما به نهبر هول بده بزانه او جه هر کسی را دیار بویا کو ترکیه لحریم هزک داگر کر او ارمانجا وی گوهرتنا دموکرافیک او تتذكري او همو ولاتن جهان جه دگهجه کوی کو به همو امکانین خودش مزن کرن او پشتگیری داعش او حتی نها هر داعش جبو بلاف کرنا ایدئولوژی خویا تاری او بکانین اندجین خو هرمین داگرکری ترک وکه حاضینا خو دگره دوی گلی ما جوان او مزن خو ل آخا خو بگره او به همو هسین خو پاراستنا خو بکه جبر کو ام د قوناخه که هستیار او دیار کرده در باز دبن جبو گله کرد کو آزادیا و نزیکیا و او تنه دوی لسر و بمینه او تقاز بر بو بمشینه دوی هر کس له هم بر ایرشین دولت ترکیه لسر حریم ماین به سایه خوینا به هزاران شهیدان قریجیا داعش هاتنه رزگار کرن به زلالی هلوست نشان بده پشتی کو جواکان آبنتاوی دفجه ارکن خوین اخلاقیین له همبری گلین ما به هرمین مین کول سر ناوی همو مروواهی د پاریس او هجی د پاریس ترکیه بهشت او ریوبریا خوسر وين سوجدارين داعش بشوبينا دفي حكومة سوريا وروسيا جه الوسطى خويا له بري إيريشين دولتها ترك زلال بكن بيمانا ما وكا قالين باكرو روجلات سوريا زلالة أم أخا خويا كو بخوينا هزارا شهيدا هاتيا أفضان ناهلن رباسن شري تايبت باندوري اللي ما ناكا أم قندو باشارين خويا ولا ناكن أمي نرخين خويا بباريزن أمي لي لايق شهيدين خويا وريبري خوابن او ده همو آستان ده خويا وكا پارێزڤەرێ نرخ و دەستکەفتەیان شۆرەشێ دبینن ئەم وەکە مەجلیسا ژن بانگلی جوواکان ناونەتەوی دکن کو ئەرکێن خوۆیên ئەخلاقی حقوقی و مرۆڤی بجهبینە و زەختێن لە فاشیزمە ئەنقەرای بکە دا کو ێریشên هۆڤانەیên سەرسازی و رێڤەبەرiyên کو خزمەتا گەل و وڵاتên خوا دکن ڕاوەستینە ji bo piştgiriya şoreşa Rojavaya ku bi hêviya bi milyonan Sûriyayan divê Kurd lê hemû parçeyên cîhanê da kevin qadan em ê hertim piştgiriyê bidin hêzên xwe yên leşgerî yên ku rûmeta me diparêzin weke eneya paşverû û Erdogan çi qasî hewl bide wê nikaribe bandorê lê moral îrade û hêzên me yên ku ji şehîdan û rêveberiyê digirin her wiha em sersaxiyê ji malbatên şehîdên doh û malbatên wan re dixwazin yên ku ticarî çek li ber kesî negirtin xewn û hêviyên gelên xwe yên tên azadî û jiyaneke bi rûmet hilgirtine bîranîna te wê di me de be nemire bimire bimîne û heta ku dagirkerî têk biçe em ê li ser şopa we bin şehîd rêberê me yên exlaqî ne منذ بداية شهر حزيران الماضي ازدادت وتيرة القصف العشوائي أرضا وجوا على كافة مناطق روج آفا حيث راح ضحيتها العشرات من المدنيين والعسكريين وذلك إثر الانتصار المزيف في الانتخابات. قرر أردوغان تشكيل حكومة حرب خاصة هدفها القضاء على إنجازات شعبنا الكردستاني أينما كانت وخاصة في روج آفا تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية التي منحت الإنسان في مناطقنا الإرادة والكرامة. لذا كان دائما هدف الفاشية القضاء عليها على شعبنا أن يعي حقيقة هذا العدو الذي لن يدخر جهدا في سبيل القضاء على قيمنا. وأصبح واضحا للجميع بأن تركيا هي قوة احتلالية في المنطقة هدفها التغيير الديمغرافي والتتريك وجميع دول العالم تدرك بأنها هي من ربت ودعمت داعش بكل الإمكانات وهي حتى هذه اللحظة أي داعش تتخذ من مناطق الاحتلال التركي حاضنة لها لنشر فكرها الظلامي وتنفيذ أجنداتها. على شعبنا شيبا وشبابا أن يتشبثوا بأرضهم وأن يدافعوا عنها بكل ما أوتوا من قوة لأن نمر بمرحلة حساسة وحاسمة بالنسبة للشعب الكردي الذي باتت حريته قريبة منه
وما عليه إلا أن يتمسك بها ويحرص على السير قدما نحوها على الجميع بكل شفافية، اتخاذ موقف من هجمات الدولة التركية على مناطقنا التي تحررت من دنس داعش بفضل دماء الآلاف من الشهداء. عندما سمعت تركيا بأن الإدارة الذاتية ستقوم بمحاكمة مجرمي داعش بعد أن تخلى المجتمع الدولي عن التزاماته الأخلاقية تجاه شعبنا ومناطقنا التي كانت وما تزال تدافع نيابة عن الإنسانية جمعاء، كما على الحكومة السورية وروسيا توضيح موقفهما من هجمات الدولة التركية. رسالتنا كشعوب شمال وشرق سوريا واضحة: لن نترك أرضنا التي رويت بدماء الآلاف من الشهداء والشهيدات، ولن يؤثر علينا أساليب الحرب الخاصة. لن نفرق قرانا ومدننا، وسنحمي قيمنا، وسنكون لائقين بشهدائنا وقائدنا، وستكون للمرأة كما في كل المراحل السابقة الدور الطليعي في هذه الثورة، وستقوم بكل واجباتها الوطنية حيث ترى نفسها على كافة الصعد حامية لقيم الثورة ومكتسباتها. إننا في مجلس المرأة نناشد المجتمع الدولي للقيام بالتزاماته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، والضغط على فاشية أنقرة لوقف هجماتها الوحشية على المؤسسات والإداريين الذين يقومون بخدمة شعبهم وبلدهم، وعلى الكرد في كافة أصقاع العالم الخروج إلى الميادين لمساندة ثورة روج آفا التي أصبحت أمل الملايين من السوريين. وسنظل دائما كجبهة خلفية ندعم قواتنا العسكرية التي تحمي كرامتنا، ولن يستطيع أردوغان مهما حاول التأثير على معنوياتنا وإرادتنا وقوتنا التي نستمدها من الشهداء والقائد. كما ونتوجه لعوائل شهداء أمس وذويهم بأحر التعازي القلبية، هؤلاء الذين لم يحملوا يوما السلاح في وجه أحد، بل كانوا يحملون أحلام وآمال شعبهم المتعطش للحرية والعيش الكريم، وستبقى ذكراهم خالدة في قلوبنا، وسنمضي على خطاهم حتى دحر الاحتلال. الشهداء قاداتنا المعنويون. الموت للفاشية التركية. مجلس المرأة الشهداء في إقليم الجزيرة 21/6/23.